السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في أتم الصحة والعافية. مرحبا بكم وألف مرحبا في قناتي وقناتكم شيوات وحداك بشرى مجدر. قبل ما نبدأ الفيديو كنبغي نرحب بالناس اللي التحقوا مجددا بالقناة، وكنقول لكم كنتمنى أنني نكون عند حسن الظن ديالكم، وكنتمنى يعني تشجعوني وتدعموني، وكذلك اللي ما مشتركش بالقناة يشترك، وكنتمنى انني دائما نكون عند حسن الظن ديالكم. وشكرا جزيلا على الثقه اللي وضعتوا فيا. بالنسبه للاقتراح ديال هذا النهار، فغادي نقدم لكم تشكيله او مجموعه من الوصفات او الاقتراحات للكوتي ديال الوليداتنا اللي كنعطيو لهم المدرسه، وكذلك باش ننوعوا مائده الفطور ديالنا، فطور الصباح بمناسبه الدخول المدرسي. فغادي نقدم لكم اقتراحات اقتصاديه بمكونات متوفره في اي منزل، يعني بلا ما نبقاو ناخذوا السقطه اللي ما كنعرفوش باش متكونه او لا تتكون فيها مكونات يعني تتكون تضر بالصحه ديالنا. فندوزو جميع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للاقتراح الاول، فغادي ناخذ واحد البول، غادي ندير فيه 2 ديال البيضات، كاس ديال السكر سنيده او لا سكر حبيبات، واحد الرشيشه ديال الملحه، وكنخلط العناصر جيدا. غادي نضيف كذلك واحد الساشي ديال السكر منكه بالفاني او لا فاني، ساشي ديال الفاني. غادي نخلط بالخلاط الكهربائي او لا بالطراب الكهربائي، يمكن لكم تستعملوا كذلك الطراب اليدوي حتى كينسجم داك السكر مع البيض او لا كيذوب داك السكر مع البيض مزيان. كنحسوا به داب مزيان، وكذلك الخليط بدات كيتنفخ لينا وكيميل نوعا ما الى البياض. هكا حتى يعني بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. يعني كيذوب السكر وكيطلع لنا داك البيض. غادي نضيفوا كاس ديال زيت نباتيه، كاس مع مرش. غادي نضيفوه بالتدريج، يعني شويه بشويه بحال اللي كنطلعوا لا مايونيز، وحنا كذلك كنخلطوا مزيان حتى كنشوفوا داك الحليب انسجم مع العناصر الاخرى. غادي نضيفوا كاس ديال الحليب، كاس يكون بحراره المطبخ او الحليب يكون بحراره المطبخ. غادي نسم كذلك بواحد الحكه ديال الحامض، من الاحسن يكون هذا الخضر كيعطي واحد المذاق رائع للكيك، كيعطي واحد النكهه غزاله. ملي كيكون كيطيب الكيك كيعطي يعني واحد النسيمه كتشم في الدار زوينه. من بعد غادي نضيف 2 ديال الاكياس او 2 ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، وضروري نغربلو الدقيق فوق الخليط باش هكا كيزيد يتول لينا الخليط. غادي نضيف 2 الاكياس من خميره الحلويات او البيكين باودر، يعني كل كيس فيه 8 غرام، في المجموع عندي 16 غرام. هنا ضفت الكيس الثاني، وكنستمر دائما في النخيل او لا كنغربل داك الدقيق فوق الخليط ديال الكيك بهذا الشكل هذا. يعني هاد الخليط ديال الكيك هز لي 2 ديال الكؤوس من الدقيق الابيض. هذا هو القياس اللي درت فيه، يعني 2 ديال البيضات فيهم 2 ديال الكيسان. هذا هو الشكل ديال الخليط، يعني فاش كنهزوه الفوق ما كيتقطع ليناش بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا، باش كنعرفوا بان الكيك ناجح لينا. يعني كنهزوا الخليط الفوق ما كيتقطع ليناش. من بعد غادي ناخذوا واحد 2 ديال المعلقات كبارين، غادي نديروهم في واحد الزليفه، وغادي نزيدوا معاهم واحد المعلقه كبيره او 2 معالق كبار ديال بودره الكاكاو المر. هنا الخليط شي شويه ثقال لي، غادي نضيف ليه واحد 2 معالق كبارين ديال الحليب او 2 معالق كبارين ديال الماء. انا كانت قاده لي الحليب فضفت الماء. كنخلطوا جيدا باش منين كنديروا هذا الخليط ديال الكيك ديال هذا الخليط الاسود فوق الكيك ما كيهبط ليناش لتحت. من بعد خديت داك الخليط ديالي درته في هذا اللاطه بهذا الشكل هذا، وكناخذ داك الخليط ديال الكيك الاسود كنديرو في البوشه دويل بهذا الشكل، وكنحاول نديرو خطوط بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا معايا. كناخذ واحد الكيردون كنحاول ندير هذا الزيكزاك بهذا الشكل هذا باش كيجينا داك الشكل زبغي.
يعني ساهلة ماهلة، جوج ديال البيضات كتعطينا هاد الحجم هذا، كتجي زوينة وكتعطي واحد المذاق رائع. وكذلك كنعرفوا شنو كنقدموا لأفراد الأسرة ديالنا. من بعد ما دخلتها الفران، الفران ضروري كنديروا يعني تيكون الفران بارد، وكندخلها تقريبا خدات ليا واحد 30 دقيقة ديال الوقت حتى كنحس بها، يعني تنشم الريحة في المطبخ ديالي. هنا خديتها درت هاد المنديل وكنقلبها بهذا الشكل هذا، يعني كنخليها حتى كتبرد. هانتوما شوفوا الشكل ديالها، كتجي مهويه، كيجي واحد المذاق رائع، كيجي اللون كذلك محمر، وكيجي داك الشكل ديال داك الخطوط هكا. كنحاول يعني كنعبر، ومن بعد باش غادي نحاول نقطعها دي ترونش اولا دي مورسو، باش هكا كيجيوني ساهلين باش نحتفظ بهم، نقدمهم لوليداتي فاش كيكونوا غاديين للمدرسه، ولا كذلك باش نفطروا بهم في الصباح. هنا قطعتهم دي ترونش بهذا الشكل هذا. ها نتوما جوج ديال البيضات، شوفوا الكميه اللي خرجت لي ديال لي ترونش. الا جينا نشريوهم من عند البقال فكان كيحسبوا لينا جوج دراهم ديال البيمويات، وكيكونوا عامرين بالمواد الحافظه. فهكا جوج ديال البيضات، ها حنا شوفوا شنو خرجنا ديال لي مورسو اولا ديال لي ترونش، وكنعرفوا شنو كنعطيو لوليداتنا في اللانش بوكس ديالهم. هذا هو الاقتراح الأول، كيجي ساهل. بالنسبة للاقتراح الثاني فغادي نقدم لكم كيك بحجم عائلي، وتا هي غادي تخرج لينا واحد الكمية كبيرة. خديت 6 ديال البيضات، خديت زلافة ديال السكر سنيدة أولا سكر حبيبة، رشة ديال الملحة، جوج ديال المعالق كبارين ديال بودرة الكاكاو، بودرة الكاكاو المر، وغادي ناخدو زلافة ديال الماء. يعني هاد الكيك اقتصادي غادي يجي رائع رائع، صدقوني الا جربتوه. كاس ديال اولا زلافة ديال الزيت، يعني هادوك الزلايف العبار ديالهم بالزلافة، اولا جوج ديال الكؤوس من ديال الكاس ديال العنبة. كنخلط هاد العناصر جيدا غير بالخلاط اليدوي، وحتى كنغسلو على هاد الخليط بهذا الشكل هذا. بغيتو ديروه في الخلاط الكهربائي اولا في الكاس ديال العصير يمكن ليكم. هانتوما بهذا الشكل كنحصلوا على هاد الخليط، ومن بعد غادي نسم بواحد معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه صغيره ديال القرفه. وصدقوني واحد المذاق غادي تحصلوا على واحد الكيك بواحد المذاق رائع رائع جدا. ما بغيتوش ديروا القرفه يمكن لكم ديروا قشور الحامض، يمكن لكم ديروا نكهه ديال الفاني اولا السكر المنكه بالفاني. هنا غادي نضيف زلافه ديال الدقيق، يعني الزلافه الاولى ضروري كنغربلو الدقيق فوق الخليط ديال الكيك. ومن بعد غادي نضيف 4 ديال الكؤوس اولا 4 ديال الاكياس من الخميرات الحلويات، كل كاس فيه 8 ديال الغرام. وغادي نضيف الزلافه الثانيه فوق داك الخليط. ما ترددوش تجربوا هاد الكيك، راها كتجي بحجم اقتصادي وكتعطي واحد الكميه غزاله لا باس بها. غادي نتهناو نهائيا من السقاطه تقريبا واحد جوج ديال السيمانات. وهنا كنخلطو جيدا. ضفت جوج ديال المعالق كبارين ديال الخل كيعطي واحد الهشاشه، كيعطي واحد الكيك بواحد الهشاشه زوينه بزاف، يعني يعتبر محسن ديال الكيك. هنا خديت اللاطا بهذا الحجم هذا، حجم كبير. عندي القياس ديال اللاطا 30 على 60، هذا هو القياس ديالها. دهنتها مزيان بالزبده ورشيتها بالدقيق، وكنديروا داك الخليط ديال الكيك. يعني هاد الكيك انا غادي نخرج منه جوج ديال الاقتراحات اولا جوج ديال يعني لي فينيسيون مختلفين. هنا كنحاول نضغط اولا نساوي داك السطح ديال الكيك، وكندخلها الفران. الفران ضروري يعني ما كيكونش مسخن من قبل، وكندخلها. خدات لي هاد الكيك تقريبا واحد 50 دقيقه. هانتوما شوفوا الكيك من بعد ما خرجتها من الفران، شوفوا كي كتجي مهويه، كتجي طالعه، كتجي زوينه بزاف. كنقسمها على جوج. بالنسبه للتزيين الاول فخديت واحد شويه ديال صلصه الكراميل مع شويه ديال الشوكولاته الخاصه بالدهن، كذلك يمكن لكم تدهنوها بلا كونفيتور. هانتوما كنحاول ندهن داك الجزء الاول
بهذا الخليط ديال الكراميل مع الشوكولاتة الخاصة بالدهن، وكنديروا عليها أي نوع من المكسرات عندكم متوفر في المنزل. أنا درت واحد شوية ديال الكركاع اللي هرمشتو بهذا الشكل، وكناخذ واحد شويه ديال الشوكولاته البيضاء من بعد ما ذوبتها في حمام مريم، وكنديرها كندير فيها خطوط بهذا الشكل هذا. يعني التزيين تيبقى اختياري اللي كان متوفر عندكم. يمكن لكم ديروا الكوك، يمكن لكم ديروا كاوكب، يمكن لكم ديروا اللي كان متوفر عندكم. هنا الاقتراح الثاني اولا التزيين الثاني، فخديت الشوكولاته السوداء ذوبتها كذلك في حمام مريم، كندهن السطح ديال الكيك بهذا الشكل هذا، اولا الجزء الثاني ديال الكيك بهذا الشكل هذا. يعني كنقادو مزيان. كما قلت لكم الاقتراح تيبقى على حساب اللي متوفر عندكم في المنزل، اولا على حساب اللي كيبغيو الافراد ديال الاسره ديالكم. هنا خديت كذلك داك الشوكولاته البيضاء، وكنحاول ندير زقزاق بهذا الشكل هذا اولا خطوط بهذا الشكل هذا، يعني بحال الشكل ديال الملفاي. وكناخذوا كيردون كنديروا هاد لي زيكزاك بهذا الشكل هذا، خيوط. يعني ساهله اقتصاديه، كتوفر كتوجد في الحين، ما كتاخذش منا شي مجهود. كنخليها حتى كتبرد، ومن بعد كنقادها اولا كنقسم لي مورسو ديالي على حساب اللي بغيتو، يعني دي مورسو كبارين اولا دي مورسو صغارين. كتقدموهم بهذا الشكل هذا اولا كتقطعوهم بهذا الشكل هذا، وكتحتفظوا بهم الفطور الصباح. كذلك القوتيات ديال الدراري كنقصوا ليهم السقاطه، كنحاولوا ما امكن نقصوا من السقاطه لان ما كنعرفوش شنو كنقدموا لوليداتنا. وكذلك حتى الاسمنات زادت، راه دابا ولا البيمو كلشي تزاد فيه دابا، على الاقل داير وقيله 2 درهم 50 اولا 2 دراهم ونص. فهكا كنقصوا علينا حتى المصروف، كنحاولوا نقادوا المسائل ديالنا باش كنقصوا من المصاريف ديالنا. هانتوما كنقطعوهم بهذا الشكل وكنديرهم هنايا. كندير الى انا عندي متوفرين هادوك الكريطنات بهذا الشكل هذا، وكنحتفظ بهم. بالنسبه للاقتراح الثاني اولا الجزء الثاني فحتى هو كنقطعو مربعات اولا دي مورسو بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. فاقتراح ساهل، ما تردوش انكم تجربوه، كيعطي كميه تبارك الله كثيره. غادي تهناو من السقاطه اولا تهناو من الفطور ديال الصباح تقريبا واحد 2 ديال الاسابيع. وهكا كنوعوا في اللانش بوكس ديال وليداتنا وكنعرفوا شنو كنقدموا ليهم. فإلا عجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات قولوها لي في التعاليق، غادي نبقى نقدم لكم مجموعه ديال الاقتراحات. غير ما تنسونيش باللايك، ما تنسونيش بالاشتراك اللي مازال ما مشتركش في القناه، ما ينسانيش بالاشتراك، ما ينساش بالتعاليق ديالكم المحفزه. هكا كتشجعوني اكثر باش كنزيد نقدم لكم وكنزيد نعطيكم. فاش ما كيكونش التفاعل فاكيد كنبردوا، ما كنبقاوش نفكروا اننا نزيدوا نقدموا الفيديوهات. فكنتمنى انكم تشجعوني، الله يفتح عليكم بيبان ديال الخير. هنايا احتفظت بهم في هذا البواطات بهذا الشكل هذا، وكنحتفظ بهم في الثلاجه عاديه. يعني في الصباح كنديرهم في لي بواط اللي غادي نعطي لوليداتي يديوهم للمدرسه، وكذلك حتى الفطور ديال الصباح كنفطروا بهم عادي. يعني كيبقاو واحد تقريبا 2 ديال الاسابيع تيبقاو ما كيبقى عليهم والو. فاقتراحات سهله، ما تردوش انكم تجربوها، ما تردوش تقدموها لوليداتكم. هنا خديت هاد لي ساشي كيديروا تقريبا واحد 6 ريال، راه موجودين عند الناس اللي تيبيعوا لوازم الحلويات. فهكا يعني اقتراحات باش تعطيوهم لوليداتكم، كيجيو يعني محتفظين بهم وكيجيو هكا زوينين. كديرهم في البواطه عادي. فما تنسونيش كما قلت لكم بالاشتراكات، ما تنسونيش بالتعاليق المحفزه. وكنتمنى انني دائما نكون عند حسن الظن ديالكم، وكنتمنى يعجبكم الاقتراحات ديالي. وإلا عجبكم دائما بارطاجيوهم مع الاصدقاء ديالكم، بارطاجيوهم في مواقع التواصل باش هكا تعم الفائده على الجميع. وكنقول لكم كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. وشكرا شكرا جزيلا.